امام الله سبحانه وتعالى ويسالني عن هذا الكلام، ان من قرأ وتمسك فقط بسورة الفلق، يعني اذا كان ما يستطيع يقرا غيرها، تمسك بسورة الفلق وقلبه متعلق بالله سبحانه وتعالى ويعلم حق اليقين قوة هذه السورة، انه ما يبقى في جسدك لا سحر ولا اذى ولا سرطان ولا حسد ولا عين ولا مس من الشياطين ولا اقل ولا اكثر من ذلك، بمشيئة المولى سبحانه وتعالى. شكرا يا سمر. بمشيئة المولى سبحانه وتعالى. من الان بس تقفل وابدا افتح صدرك ولا توقف. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الله اكبر وانفذ وارجع مره ثانيه. قل اعوذ برب الفلق، خلصت. بسم الله الله اكبر وانفذ وكرر الفلق وانفذ، كرر وانفذ. بين يديك امسح وجهك. والله اني اتحداه لو عميد المرض ده يستقر في جسد فيه الكلام هذا. ما عليك.